ده مطعم في بورسعيد بيقدم اكل اسيوي ونودلز اجمد من باندا هاوس. المكان اسمه تومي لاونج في الجراج ورا هارت اتاك على طول. لما رحت اول مره ما كانش فيه لحمه خالص ولا كمان بعض الاصناف زي الكيمشي والموتشي والديبوكي. المهم طلبت نودلز بالفراخ سويت اند ساور. النودلز عندهم كانت طعمها حلو قوي واحلى من النودلز اللي انا اكلتها من عند باند هاوس، بس الفراخ انا اكلت فراخ سويت اند ساور احلى من كده. هي حلوه بس في رايي محتاجه تظبيط شويه. لكن الطبق على بعضه خطير وكميته حلوه قوي، بتقدم في علبه زي دي الحجم الكبير، واعتقد الحجم الصغير بتقدم في الطبق العادي. طلبت كمان تشيكن باتر مع الرز، ده صنف هندي وكان طعمه خطير جدا. الرز كان حلو بس كميته محتاجه تزيد شويه. في منه حار او عادي، انا طلبت الحار كان حلو قوي. كمان جربت تشيكن وينجز، في منها برضو حار او عادي، طعمها كان خطير، الصوص بتاعها اللي بره ده تحفه قوي. وتاني مرة رحت المطعم جربت من عندهم الجاتشي، ده نوع من النودلز بتختار معاه فراخ او جمبري او لحمة، لكن برضو للأسف اللحمة ما كانتش موجودة، فطلبتها بالفراخ. النودلز عندهم خطيرة والسبايسي في رأيي احلى من العادية. الفراخ